السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة هنعمل حاجة حلوة لذيذة كده وسريعة. وطعمها حلو قوي قوي ومش مكلفة خالص. هنعمل سويس رول بالمربى ب2 بيض بس. هنا انا كنت بفصل جبت بيضتين وصفرت قصدي وفصلت البياض عن الصفار بالشكل ده كده. هضرب البياض لوحده والصفار لوحده. تقدري تضربي البيضتين عادي يعني مع بعض كده بصفارهم عادي، مفيش اي مشكلة خالص. لان دي مش كيكة اسفنجية، احنا هنحط لها زيت، ولو عايزين نحط لها كمان لبن هنحط لها. فهبتدي اضرب بقى بالشكل ده بياض البيض زي ما انتوا شايفين كده. هضربه لحد ما يعمل كريمة. هنزل طبعا بالسكر. ده سكر الاول، انا ما قلتلكوش بيضتين 120 جرام من السكر الحب، ممكن تخليه بودرة يكون افضل. وببتدي ان انا اضربهم كده لحد السكر ما يدوب. وزي ما قلتلك تقدري تعملي البيضتين على بعض بصفارهم وبيضهم سوا. خلاص. بعد ما ضربت السكر والبيض هبتدي انزل بنص كوباية من الزيت. طبعا زيت يكون ملوش ريحة وكده ويكون حلو. هنزل بالفانيليا لان نسيت انزل بالفانيليا. والصفار بتاع البيض موجود، صفارين البيضتين موجودين. هنحطهم دلوقتي. دي نص كوباية من المية، ممكن تحطي بدلهم لبن. فانا حطيت ميه، هي نفس الغرض يعني مفيش اي مشكله. هنا عند الصفارين نزلت بيهم بالشكل ده كده. يعني ضربتهم كده بالمعلقه وبالشوكه. وبعدين نزلت بيهم على الخليط ده كله. اظن مقادير سهله جدا. لو ما عندكيش ميزان هنا بقى تقدري. دول 7 معالق من السكر، 7 معالق من الدقيق. ماشي. هنا بقى الدقيق 120 جرام للي عايز الميزان. اهو 7 معالق بالظبط. وهنزل بيه كده على الخليط ده، وهبتدي برضو بالمضرب واضربه. بصوا بقى مقادير مفيش اسهل منها. وكمان عندك بقى مربى، طبعا فايدة من البيتي فور. هو اي مربى عندك بقى تقدري تشتغلي بيها وتحشي. ولا كريمة بقى ولا تكلفة ولا اي حاجة خالص مكلفة. انا دخلته على درجة حرارة. الاول هفرده في صاج، حطاله ورق ابيض او ممكن ورق زبدة بعد ما ضربته كده بالشكل ده. وهدخله على نار عالية، دخلته على 250 درجة مئوية. وعلى طول ما خدش وقت في الفرن 10 دقايق 7 دقايق وبيكون استوى. وخلي بالك ما تطوليش عليه في الفرن عشان ما ينشفش منك. وتطلعيه على طول، هو بيطلع طري جدا جدا وبجد تحفة وكمان سفنج جدا. شايفين شكله انسيابي وبيتفرد بسهولة جدا في الصاج بالشكل ده كده. اهم حاجة بس تحطي له ورق عشان ما يلزقش منك في الصاج. هيطلع بقى يا دوبك بس يبرد حاجة بسيطة، هنغطيه ويبرد حاجة بسيطة. ونبتدي ندهنه بالمربى. طبعا انت لو عايزة تحطي له كريمة بقى وتكلفي براحتك، بس انا النهارده عملته بالمربى عشان تكون حاجة اقتصادية. وكمان هو معمول ببيضتين بس ومعمول بمية ومش مكلف ابدا. طيب هنا ابتديت ان انا اشيل كده الورقتين دول، لان انا نزلته على ورقتين عشان ما يكسرش مني واقدر ان انا الفه. طبعا لو عندك ورقة كبيرة يكون افضل. هنا بقى دي اكياس مربى كانت عندي، وقلت استغلها في السويس رول ده. طعمه حكاية، بس خلوه في التلاجة شوية يعني. كل ما يقعد بحشوة المربى دي كام ساعة كده في التلاجة بيبقى تحفة يا جماعة ورائع بجد والله. جربوه ومش هتندموا ابدا ابدا. بصوا بوزع بقى المربى كده بالشكل ده. خلاص بس مش للاخر عشان لما الفه المربى ما تطلعش بره. بصوا بقى هبتدي الفه بسهولة. وكمان حلاوته انه بيتقطع في ساعتها، يعني ما بنستناش عليه بقى يبات زي اللي هو السفنج والكلام ده. لا يا دوبك بس تلفيه وتسيبيه شوية بس 5 دقايق وبعدين ترجعي تقطعيه بيتقطع معاكي بمنتهى السلاسة. مكوناته سهلة واقتصادية جدا جدا، وكمان مش مكلف ابدا ابدا. خلاص. على طول انا لفيته كده زي ما قلت لكم 5 دقايق وابتديت اقطعه.
ويا رب الوصفة تكون عجبتكم بقى، وما تنسوش تعملوا لي لايك وتشتركوا في القناة، وتسيبوا لي تعليقاتكم الجميلة اللي دايما مفرحاني جدا جدا، وبتبسط بيها قوي قوي بجد والله. ربنا ما يحرمني من تعليقاتكم الجميلة. واسفة بقى على صوتي عشان البرد مش عايز يسيبني. بصوا بقى تقطع بسهولة ازاي. زي ما قلت لكم سيبوه شوية كده مع نفسه، هتلاقوه اخد من طعم المربى وبقى طعمه خطير خطير خطير. يلا بقى بالهنا والشفا مقدما للي هيجرب الوصفة الحلوة دي. شايفين جماله؟ جماله خطير، تحفة تحفة تحفة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.